الذي فيه ضعف أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. طبعا كل مسلم يعلم ذلك، من لم يعلم ذلك فهو كافر إذا اعتقد بأن الله لا يعلم، بأن الله معه يسمعه ويبصره ويحيط به ويعلم حاله. ولكن المقصود أنه يستحضر هذا، فلذلك هو دائما يقوم بطاعة الله، يبادر فيها، يستقيم على أمر الله، يترك معاصي الله، لأنه مستحضر في هذه اللحظة بأن الله جل وعلا معه، وأنه يراه ويسمعه ويبصره. لكن بالجملة أكيد كل مسلم يعلم بأن الله يراه، بأن الله يعلمه، بأن الله معه. وهذه المعية معية عامة، ربنا جل وعلا مع جميع خلقه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذاك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. صدر الله الآية بقوله ألم ترى أن الله يعلم، وختم بقوله إن الله بكل شيء عليم. فقال هذا دليل على أن المعية معية علم، معية علم، أنه يعلمهم سبحانه وتعالى ويحيط بهم. وبما أنها معية عامة، إذا ربنا جل وعلا مع من خلقه؟ مع المسلم والكافر، مع الإنسان والبهيمة، مع الجماد، مع المتحرك، مع الثابت، كل مخلوقات الله عز وجل الله معهم، بمعنى يعلمهم ويسمعهم ويبصرهم ويحيط بهم وقادر عليهم. معية عامة. وثم معية خاصة، معية تأييد ونصرة وحفظ. فالله مع المتقين، مع المحسنين، مع المؤمنين، معهم معية تقتضي ماذا؟ ينصرهم ويحفظهم ويؤيدهم. فكل من كان في معية الله الخاصة فهو في معية الله العامة، لأن العامة تعم كل المخلوقات. لكن ليس كل من معه الله معية عامة يكون معه معية خاصة. فالله مع جميع خلقه، حتى الكفار الله معهم يحيط بما يعلمهم، لكن لا يؤيدهم ولا ينصرهم ولا يحفظهم كما يؤيد ويحفظ وينصر المؤمنين والمتقين والصابرين ونحو ذلك.